بسم الله. النهارده هنعمل لحمه مشويه ورز بسمتي بطريقه جميله جدا وسهله، ان شاء الله هتعجبكم. احنا هنجيب اي قطعه لحمه كبيره او صغيره، اي حاجه، وهنفتحها ونقطع الانسجه بتاعتها ونفردها ونخليها رقيقه بالشكل ده. نجيب بصلتين هنفرمهم ونحط عليهم نص كوبايه ميه ونصفيهم، ناخد الميه بتاعتهم، ونجيب طماطمتين مبشورين ونحطهم عليهم، ونحط عليهم نص معلقه جوز الطيب، ونحط نص معلقه سكر، ونص معلقه كمون، ونص معلقه فلفل اسود، ونقلبهم كويس جدا. وبعد كده نروح جايبين عليهم معلقه ملح ومعلقتين كاتشب، ونقلبهم ونغلفهم ونحطهم على رف في التلاجة لمده ساعتين. وبعد كده هنجيب طاسه نسخنها، نحط فيها معلقه سمنه ومعلقه دهن ضاني، لو متوفر مفيش مشكله. نحط فيها حبه مستكه لما تسيح، الكلام ده بعد الساعتين. نروح جايبين قطع اللحمه ونحطهم فيها، نسيبهم 3 دقايق ما نقلبهمش. وبعد كده نطلعهم ونقلبهم على الوش التاني. اول ما ياخدوا يعني الميه بتاعتهم تبتدي تنشف، ده بعد ما اتقلبت خلاص بدات يعني الميه بتاعتها تنشف خالص، عشان هي بتطلع ميه وبعد كده بتنشف. نزودها بنص كوبايه ميه مغليه ونهدي النار عليها ونسيبها تستوي خالص براحتها. هي هتاخد حوالي نص ساعه بالظبط، تدينا الشكل ده في الاخر. وبعد كده هنروح جايبين حله نحطها على النار، خليها تسخن، نحط فيها ورق لورا، نحط فيها قرفة عدان وحبهان وليمون مجفف وحبه مستكه وقرب مرق الدجاج. وبعد كده نقلبه، نحط عليه الرز، خليه يسخن. وبعد ما يسخن هننزل عليه بنص معلقه كركم ونقلبه بردك فيه كويس جدا. وبعد كده هنجيب بقى الميه المغليه، لكل كوبايه رز كوبايتين ميه مغليه. انا دلوقتي عامله كوبايتين رز، فهحط لهم 4 كوبايات ميه مغليه عشان خاطر الرز يطلع سوا مظبوط وما يبقاش لا معجن ولا اي حاجه. اول ما يوصل للمرحله دي هننزل عليه بنص كوبايه زبيب عشان الزبيب يستوي معاه وينفش كده ويبقى شكله جميل. بعد كده نغطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. ودي سلطه المشاوي زي ما انتم شايفين، طماطم وبصل وخيار وفلفل متقطعين بنفس الطريقه دي. ونجيب كوبايه فيها شويه ميه بس تكون ميه ساقعه، ونحط فيها ليمونه ونص معلقه كزبره وفص ثوم وملح وكمون، ونقلبهم ونحطهم عليهم. وده الاكل بعد ما جاهز، والله ما شاء الله طعمه احلى من احلى مطعم. ودي طبعا اللحمه بعد ما استوت هنحط فيها فحمه تديها طعم الشوي وتديها طعم